صباح الخير او مساء الخير. تعالوا نشوف الفول شوية الفول الحلوين دول الكهرمان دول عملتهم ازاي بطريقة سهلة وحلوة. انا اسمي سوسنة، لو اول مرة تشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. ادي معايا فول يا ستي كده، غسلته ونقحته ليلة كاملة. هجيب حلة الضغط او حلة الدماسة بتاعت الفول لو عندكم، او اي حلة عادية. حط فيها مية سخنة، بس هغطي الفول، يعني مش هحط مية كتير، بس يتغطى كده، يعني بيقولي بعقلتين كده. وغسلت نص كوباية عدس اصفر زي ما شايفة. وبعد كده هحط عصير طماطم، ممكن تحط طماطم تقطعيها او طماطم تحطيها كاملة. وادي كده نص ليمونة. وبعد كده بعد ما يغلي معايا هقفل عليها الحلة بتاعتي ويخليه لغاية لما يستوي خالص. فادي كده زي ما شايفة معايا هيبتدي يغلي. بعد كده هغطي عليه وياخد علامتين، وبعد كده هفتح الحلة بتاعت الضغط بتاعتي اشوفه اذا استوى ولا لا عشان ما يتحركش معايا. فانا هنا فتحت عليه لقيته لسه، فرحت غطيته تاني عليه واديته علامتين تاني. وبعد كده لما فتحته بقى زبدة بصراحة. فطبعا رمضان جاي، كل سنة وانتوا طيبين، والصيام الكبير نحن برضو فيه، فبنحب نفطر او نتعشى فول. فادي كده بصراحة اول مرة اعمل معاكم، فما احتجتش اعمل فيه ولا حاجة، بس انا هرسته. وكل اللي هحط فيه زيت سمسم وشوية كمون وملح، انت على حسب ما تحب الملح بتاعي. فطلع الطبق مش خرافة، رهيب خالص. اشكر اللي قال لي الطريقة دي حلوة، فقلت اجربها معاكم. وطبعا ده المخلل اللي انا عملته، ده زيت السمسم كده زي ما شايفة. وطبعا جنبنا خس وجنبنا خيار والعيش. وطبعا لازم الفول يتاكل ببصل او ما يبقاش فول. ادي ده الفيديو بتاعنا، لغاية لما نتيجي فيديو جديد ان شاء الله.